الونسة، الضحكة، اللمة، حجيتكم ما بجيتكم، خير إن جانا وجاكم، بالليل وبالنهار، في القمرة وفي الرملة، باللهجات، بالونسات، بالضحكات، باللمات، حكايات التعيتر. في السودان العرس أنواع، في ناس بتتزوج بحكاية وبطريقة تقليدية، وفي زول بيختاروا له، وفي زول بيرسلوا له عروسته طرد. انت وحظك. وفي زول بيحب سنين سنين كده يا معلم، يمشي شارع النيل ويقعدوا في الكافيهات ويجيبوا البارد والسندوتشات ويتونسوا ويحكوا مع بعض، وفي النهاية لما يخشوا في الحياة الزوجية يحصل بيناتهم عدم توافق، مع انهم قعدوا كتير واسسوا الحياة كتير، لكن في النهاية ما بيصلوا للتوافق. وفي ناس كف يجي كده داخل الحيلة يقول لهم والله فلانة دي عجبتني، انا داير اتزوجها ويعيشوا اجمل الحياة ويعيشوا حياة سعيدة. اختيارات العرس انت ونصيبك، انت وقسمتك. كرب ممكن تقع على قدومك وهي دومة ولا هي شنو ما معروف، غايته دي حياتك. حكايتي لكم الليلة عن واحد من الناس الدعيتر داير يختار له زوجة ومن أبوه، وجا داخل أبا آدم كيف حالك؟ مرحبا ولدي ما شاء الله، الله ينتيك العافية ما شاء الله، ولدي دريفون ما شاء الله، الله ينتيك العافية. قال له والله أبا آدم أنا جيت دار نعرس. قال له ما شاء الله، ده تعرس من وين؟ قال له دار بيتك. ما شاء الله، بنتي ما ننطق لها ياتا؟ قال له حواي ليك، انت اصلا ذات ربنا خلقك لحواي، وانت زي ده يعني هواي ربنا خلق لك. اها يا ولدي ما شاء الله ما شاء الله، رتبت حالك تمام؟ قال لي بالهين ما شاء الله انا مرتب حالي تمام. قال له انت اصلا ابوك ذاته كان مرتب حاله، انت ذاته ابوك وامك احسن ناس في الدنيا، ابوك ذاته فارس فراسه ما بعديه فراسه. ابوك ده اساسا اسمه شاميق الطويل ابو جحجله. شاميق ده ابوك يوم من الايام لما قامت الفراسه بيفرزوه براهو، افرس منه ما في. يوم من الايام كان ماشي والناس كتل وفي اسد قفل الطريق، ابوك ده من فراسته من بين الناس مشى على الاسد، وكنت قبل الاسد قايل له، الاسد قال لي ابوك شاميك؟ قال له نعم. قال لي اتفضل، ما في اسد بمن عليه اسد، ابوك اسد وضرخام ما شاء الله ما شاء الله. يوم من الايام المهدي ده وكنت قابل الانجليز، وزي ده جاب له وزي ده امراء من شرق السودان، ومن زي ده جاب عثمان ديقنا وابو عنجا في ام درمان، وياتو كل امراء المهديه ديل، وخشوا زي ده وناظروا وجابوا استقلال السودان، والمهدي زي ده وصحابته وكل احبابه وزي ده قاتلوا ومشوا زي ده العباسيه تقلي، وياتو كل حته زي ده ناظروا نضال شديد ما شاء الله عشان يمرقوا الانجليز ويكون استقلالنا وبلدنا حقتنا نحن ونستمتع بها وبخيرتها وبخيرات كثيرة لا حدود لها. السودان واسع فوق الماشية وفوق زي ده الرعي وفوق زي ده الزراعة وفوق الذهب وفوق زي ده كل شيء، ومياه نيلين ما شاء الله. السودان ده يوم من الأيام عشان يكون حقنا برانا الناس ناضلت وتعبت وشقت عشان يطلعوا الإنجليز ما شاء الله. المهدية ما قصرت، وأبوك ده ذاتها فرست براو ارجى الراجل، وامك زي ده حكامه وزي ده تطبخ الطبيخ السمح واسرتكم كل نص سمح. يوم من الايام ابوك ده سمع بانه الخواجات ديل زردوا الناس وزروهم فوق البيض واستبدوا عليهم. ابقى فحل الديون غالي على كل انسان سوداني، وقال كي ابوك ده ركب حصانه وكان قاعد زي ده قاطط بعايته وسيفه وفارس فراسه ما عندها حدود، ويلعب فوق الضاله دي شفتها كيف قاعد فوق المدى يلعب مع الناس يطعن بس. زعل ما عادي ابوك ده، وقال كيف الخواجات دي اللي يستبدوا فوق الربيط لابد ان يخرجوا من الربيط حار. الخواجات عملوا لهم بار في قلب الربيط، والا يس ونو ودقينيه واستفزاز للناس. ابوك الا بخطت. المهدي ذاته ما سمع بابوك، لكن ابوك فراسته براو وقال لابد من الخواجات دي اللي يطلعوا من الربيط انا اعمل لي خطه. ابوك عمل خطه، حفر خور من خارج الربيط ونفخ كبير ولحد قلب الربيط جوا، ولبس له وش مرفعين. شفت كيف
ابوك ده ما فارس، عشان كده انا والله نسبك لي سمح زي ده ومرتاح. عشان كده احكي لك قصه ابوك الله يرحمه، لبس ابوك وش المرفعين ده وجا داخل زي ده، حفر 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 حفر، عمق البيت في قريبه برد، مرق للخواجات وقاعدين في باراتون، الخواجات تسمعون واي، ومن يوم ذاك صارت كلمة واي أساسية عند الخواجات. أنت فارس وأبوك فارس وأهلكم كله في الراس ما شاء الله، ولدي ما شاء الله. أها حددت عرسك 200؟ والله أبوي قال لي ده أنا هجد عرسي في الشهر ده، أنا جاهز. ما شاء الله ما شاء الله ولدي ما شاء الله. أها يا ولدي أنت قروش؟ قال لي كلامي واضح، أنت قروش؟ والله يا أبي أنا جيتكم زي ده بس زول إليس، لكن لا عندي مال لا عندي قروش، مسكين ساكت، دار ناخد بنتك زي ده وإن شاء الله نديكم نسل الفراس. تنطينا لنا نسل الفراس؟ أنت زي ده تدينا نسل الفراس؟ أمشي قوم. أبوك ذاته ما كان فارس، أبوك كان زي ده كم كلي شراب الشاي عاطل قاعد فوق الهيلة ساي. أمشي هوان.